ورد يتحمل مسؤوليته، لأنه قالها في اعتقادي واعتقاد كثيرين سواء من أهلنا ومن جماعتنا أو من كل أهل الكويت، ودزوا لي إياها والله الرسائل موجودة من أبعد الناس. قالوا طريقة الكلام لما قال بس نواب العوازم فيها تقليل من شأنكم في المجلس، بأن ما معه إلا العوازم. شنو ما معه إلا العوازم؟ العوازم نواب في مجلس الأمة يوقفون مع الحق سواء مع الوزير ولا ضده، وكل نواب العوازم عطوا رأيهم في كل الاستجوابات سواء النواب الموجودين في المجلس الحالي ولا المجالس السابقة، ومرات يصير رأيهم منقسم. هذا ليش قاعد تحسبها إن إهانة للعوازم؟ لأنه قلل من شأن وقفتهم مع الوزير، ما دام ما مع العوازم يعني معناتها أن استجواب قوي. هذا أنا فهمي للأمر، وكثيرين من الناس اللي أيدون على هذا الأمر. لو إنه قايل والله أعتقد أن إخواننا نواب العوازم يمكن يقفون مع الوزير، هذا أعتقد أن رأيه ما نقدر. لكن لما يقول ما وياه إلا العوازم والتحالف الوطني، التحالف الوطني تيار سياسي له وجهة نظره مع أو ضد يمثل نفسه، لكن كلمته عن العوازم بهذه الشخصانية بهذه المباشرة أنا رأيت أن من واجبي أني أوقف عند حده بهذه الكلمة. لأن لما يقول لي أنك كنت قبلي ويرد يمس قبيلتي بأن ماكو إلا أنتوا اللي واقفين معاه، لا، إحنا نتشرف بالدفاع عن أي وزير يظلم، وقلتها في تصريحي. لكن هو ومجموعة من اللي ينتقدوني ما يسمعون هذا الكلام، يروحون حق بس كلمة اللي أعتقد أنا دافعت فيها عن نفسي. وأنا لما أقول الكلام هذا أبو حسين قلته في المركز الإعلامي وأقولها الحين في قناتكم، ولا يهمني مسؤولية سياسية أو قانونية، لأني أنا واثق أن حديثي يمثل دوافع صحيحة. بس هو قال